اللي بياكلوا حق الصنايعية، اللي بيتفقوا على 100 ويديله 80 ويقول له هو حد يلاقي، اللي يقول له انت كده كده ما معكش ورق، اللي بيقول له عاجبك عاجبك مش عاجبك غور في داهية سامحني. ها بنعيش ولا مش بنعيش الكلام ده؟ يعني ايه تخلي الفلوس عندك شهرين و3 وهي موجودة؟ ما هي الناس دي برضه فاتحة بيوت، ما الناس دي برضه عندها عيال، الناس دي برضه متغربة عشان ياكلوا عيش. هيجيب منين لما يطلع مع ده يومية ومش عارف ياخدها، ومع ده يومية ومش عارف ياخدها، ومع ده يومية ومش عارف ياخدها، ويدخلوا جمعيات وينصبوا على بعض، ويطلعوا الشغل وينصبوا على بعض، ويفتحوا شركات وما يدفعوش الضرائب وياكلوا حق البلد. ما خلي بالك كل ده مال عام، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. اللي اتفقت عليه تاخده. ده انا في النص الثاني من الخطبه هحكي لك الوفاء بالعهد حتى مع الكفره، واللي علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. قال رسول الله محمد: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه